اكتشفت ان الوطن العربي كله عنده المشكله دي، دوالي على الخصر. دي اقدر اقول عليها ذا بيجست ساين او اكبر علامه ان في حاجه مش تمام. كل الاكل اللي احنا بناكله خالي من نيوترينز، يعني زمان كانت الفاكهه والخضار معموله في الدلتا، فكانت بيبقى فيه كل تريس مينرالز والمعادن والحاجات دي كلها موجوده. الدكتور احمد الخراشي بخبره اكتر من 30 سنه في امريكا. دكتور احمد مش بس كلينيكال فارماسيست، ده كمان خبير تغذيه علاجيه وكوتش بيساعد الاف رجاله ان هم يسترجعوا طاقتهم، يحسنوا صحتهم النفسيه، ويرجعوا يحسوا انهم افضل نسخه من نفسهم. انا راجل بلعب حديد وبلعب جيم و حاسس اني لا، انا مش كريم بتاع 27 سنه. انا اتمنى ارجوكم الرجاله اللي اصغر من سن 30 لازم تحلل تستوستيرون عشان نعرف البيك بتاعك من كام. انت عندك كام سنه؟ قلت له 5 سنين. قال لي انت هتبقى صيدلي شاطر قوي. That changed my life man. لو انت في اواخر العشرينات، الثلاثينات، الاربعينات او حتى الخمسينات، الحلقه دي فعلا ممكن تغير حياتك. هنغوص النهارده في تفاصيل ممكن لاول مره تسمعها بالشكل ده. متحمس جدا للابسود دي، ويلا نبدا. متحمس قوي 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 للابسود دي. معانا الدكتور احمد الخراشي. دكتور منورني حبيبي كريم، بجد. متحمس جدا ان انت معانا عشان التوبيك اللي هنتكلم فيه النهارده. انا واحد معلوماته بلو صفر، فانت يا راجل بلاش تواضع. صدقني بلو صفر. فهتحس ان معاك عيل صغير بيسالك اسئله بديهيه. لا يا عم، على راسي يا عم، اشرح لك اللي انت عايزه حبيبي، بس انا متاكد ان الاسئله بسالها لك دي هيبقى في ناس كتير قوي بتسال نفس الاسئله دي، فمعلش خدنا كده لا هبسطها على قد ما اقدر طبعا. انا ده الباشن بتاعي، ان انا بحب ابسط المعلومات الطبيه المعقده للناس ده هدف الفيديوز اللي انا بعملها اونلاين. لو تلاحظ ان انا باخد المعلومات التقيله خالص واحاول ابسطها، بحيث انا مقتنع تماما الناس لو فهمت هتلتزم وهتحسن من صحتها. سوبر. دكتور احمد، في سؤال بحب ابتدي بيه الحلقه دايما، هو ان مش شرط، بس في ناس كتير بتختار كارير معين او يشتغلوا في حته معينه بتبقى جايه او ناتجه من قصه بيرسونال او في حاجه وراها. فسؤالي ليك، انت عارف ولا ايه؟ لا بس صدقني ما الموضوع ده اعرفش مشهور حاجه، قوي. صدقني ما اعرف بجد ما اعرفش حاجه. انا سؤالي ليك، هل انت اخترت الفيلد بتاعك ده اللي هنتكلم عنه جايه من حاجه بيرسونال انت عديت منها ولا؟ ده حقيقي. طب ممكن نعرف القصه؟ بص، انا اتولدت في بلد مدينه اسمها كفر الدوار في محافظه البحيره. الاسره فقيره جدا. كانت والدتي كانت اتحرقت 50% من جسمها، وقعدت تعمل عمليات تجميل اللي هو سكين جرافت وترقيع وكده حوالي 20 سنه. يعني فانا واخواتي البنات كنا شغلتنا انا اشتري الكريمات وهم يدونوها لها، فحفظت كل الكريمات. فانا مره رحت للصيدليه وكان عندي 5 سنين، وقلت للراجل انا عايز الكريم الفلاني والكريم الفلاني، وجيت مطلع الفلوس بالظبط مظبوطه. فقال لي انت عندك كام سنه؟ قلت له 5 سنين. قال لي انت هتبقى صيدلي شاطر قوي، وجي مديني بونبونايه. ف that changed my life man. ومن ساعتها وانا اي حد بيسالني وانا عندي 5 سنين عايز تبقى ايه؟ عايز ابقى صيدلي. وحتى بقى الترند بقى عندي اي طفل يخش لي الصيدليه لازم اديله بونبونايه. واو. بس دي عادة فعلا ما كنتش اعرف خالص القصة دي، بس هي الحاجات دي اللي بتطلع never underestimate the power of the word man. 100%. ممكن كلمة تغير حياة بني تبقى آدم. كلمة عبيطة اترمت ليك وانت عيل صغير غيرت حياتي. صدقني انا I can relate يعني. life changing يعني. ممكن تدينا باك جراوند سريع عن حضرتك انت؟ انا عارف انت كنت مش عايش في مصر كده، ممكن تدينا كده نبذة باك جراوند اللي بيسمعونا عن يور كارير، ابتديت فين وقعدت قد ايه اوكي. انا دخلت كلية العلوم وتخرجت منها. كان كلية العلوم قسم بايوكيمستري اللي هو الكيمياء الحيوية سنة 92. وبعد كده عملت دبل كورس دخلت كلية صيدلة وخلصتها. فانا معايا بكالوريوس بايوكيمستري وبكالوريوس فارماسيوتيكال. وانا اخر يوم في الكليه هاجرت امريكا واشتغلت كلينيكال فارماسي. كنت بشتغل نيوتريشن للناس اللي هي عندها سرطان في المعده والقولون، يعني اللي شالوا اعضاء جسمهم من الجهاز الهضمي يعني. فكنت باكلهم عن طريق الاي في، حاجه اسمها توتال برينتر نيوتريشن تي بي ان. ودي كانت بدايتي مع قرايه التحاليل وترجمتها لهاو يو فيل. يعني انا من الناس اللي دايما اقول show me your blood work او tell you how you feel. وبعد كده فتحت اول انتي ايجينج كلينيك في ولايه بنسلفانيا في حته اسمها فيلادلفيا. ديت كانت اول انتي ايجينج كلينيك في المنطقه، فاشتغلت فيها. وبدات بقى ايه، انا كان مسؤوليتي الكونسلنج، قرايه التحاليل، ادجستنج تظبيط الجرعات وادجستنج ذا دوزز وكده. that's simply the story يعني. والانتي ايجنج دي عامه كلمه العالم كله بيتكلم عنها دلوقتي،
ما كانتش موجوده او انا ما كنتش اعرف عنها من 3 سنين فاتوا. انا من 20 سنه انا بقى which is ما اعرفش ده انا شخصيا ولا في ناس كتيره، بس انا عايش في المنطقه دي بقالي طول عمري. انا ابتديت اسمع على سوبر ايجر وانتي ايجينج وضد الشيخوخه والكلام ده قريب. دلوقتي هو التوبيك هوت توبيك الناس كلها بتتكلم عنه. فسؤالي على الانتي ايجينج، ايه هو تعريف كلمه انتي ايجينج؟ ايه الديفينيشن بتاع انتي ايجينج؟ انا هقول لك من الاكسبيرينس بتاعتي الكلينيكال. يعني احنا في الطب عندنا حاجه اسمها جيرو ساينس، اللي هو علم العجز. اوكي. how to take care of older people يعني. وبعد كده بدأت تظهر في أمريكا من تقريبا سنة 95 بدأ يظهر حتة اللونجيفيتي، يعني إن أنت إزاي how to prevent أو إزاي تمنع أمراض وأعراض الشيخوخة. وده بنتكلم على ساينس بيست، مش ان احنا عاملين نعمل ادعايه ان انا اخد محلول ناد بلس، خد ريزرفيترول. ده كله الحاجات دي كويسه، ولكنها معظمها فاينانشالي موتيفيتد يعني. وطبعا في ناس تانية اللي هي بالتارجت الاغنياء قوي، يعني اللي هم بيقول لك احقن خلايا جذعيه. يعني انا اعرف الناس حرقت خلايا جذعيه في كل حته، حتى في البرايفت بارتس بتاعتها يعني. فلا انا بنشتغل على حاجه اسمها اورجان اوبتمايزيشن، يعني بنعمل تحاليل شامله وبنشوف وظائف كل اورجان في جسمك، والاعضاء اللي هي الدكتور بيقول لك انت كويس، انا بالنسبه لي ما تبقاش كويسه، it has to be perfect يعني. فدي الفكره العامه. وطبعا الحاجه الثانيه يعني احنا improving your blood work، تحسين التحاليل ووظائف جسمك. حاجه تانية في امراض وراثيه ينفع منعها، مرض ارتفاع ضغط الدم، امراض القلب، الجلطات، البروستاتا، سرطان القولون، الامراض النفسيه، الانسولين، السكر من النوع الثاني، الثيرويد. في تحاليل جينيه بنعملها ودي بسيطه جدا، مش تحاليل جينيه بقى اللي انت بتسمع عنها في دبي اللي هي بتشوف كل حاجه. لا انا مش بنعمل كده، احنا بنشوف الحاجات اللي لو عرفنا انها عندك بنقدر نعمل فيها حاجه. انما مثلا التحاليل الجينيه الثانيه يقول لك ايه، انت عندك احتماليه يجي لك سرطان بنكرياس. طب اعمل ايه؟ يقول لك ما انا اكتئبت، عرفته اكتئبت على الفاضي. احنا بنعمل تحاليل جينيه اللي احنا عارفين هاو تو مانج. وكل اللي انا بقوله ده طبعا بقى بسبلمنتس وتغيير اللايف ستايل بقى، انت فاهم بقى، الدايت والاكسرسايز. وحضرتك النهارده بتكفر كل ده، فانا النهارده عشان اجي that's my job man, that's what I do. ده البريد اند باتر. سؤالي ليك، لما حد بيجي لك، هل لازم حد يجي لك ده يكون حد عنده شكوى او عيان، ولا ممكن حد عادي مثلا زي النهارده انا مش بشتكي من حاجه بس عايز يعني امتى اجي لك؟ فاهم قصدي عايز اقول لك ايه؟ هو المنطقي ان انت تجيلي 10 years ahead of من الشكوى. تاني هدف شكوى ده اللي هو سن كام؟ يعني بص بقى، يعني هو الافريج مثلا احنا دايما المتعارف عليه ان انت صحتك في تصاعد لغايه سن 30، وبعد كده بيحصل سلو ديكلاين. سلو مان. ده مش معناه ان كل الناس كده، في ناس بتبقى في السبعينات والثمانينات بتبقى انا عارف فيري هيلثي. بس the earlier the better. بس طبعا احنا عندنا هنا يعني في الوطن العربي الناس كلها ما بتتحركش لما تبقى موجوعه. نادر قوي يعني، او بدات يظهر كلاس من الناس عندهم فكره ان انا I wanna stay healthy. طبعا في امريكا بيتكلموا عن حاجه اسمها increasing life span. انا مش بتكلم في اللي هم يزودوا العمر. على فكره يعني في داتا، في انترفنشنز بنعملها او الناس ما بتاخدها. يعني عندنا داتا بتقول الناس دي عاشت مثلا 30% اكتر من الناس اللي ما خدتهاش. That's true. اوكي، ولكن انا ما بتكلمش في الموضوع ده عشان لكل اجل كتاب ولكن انا بتكلم على حاجه اسمها increasing your health span. ان انت لو ربنا كاتب لك تعيش 70 80 سنه، how you live them it's totally up to you. بدات كلاس من الناس انها بدات تفكر في الموضوع ده، ان انا I need to start ahead وعايز يبقى شكلي وصحتي احسن كل 10 سنين. يعني انا مثلا وبدمي لك، انا لسه قايل لك ان انا اول ما اخش الجيم وانا عندي 42 سنه كان ما كنتش بشوف صوابع رجلي من الكرش يعني. وكان عندي لغده ينفع ارسم عليه عينين يعني. انت تضحكش علي بس مش متخيلك بدات وبدات اعمل بلان ان انا مثلا ما يبقى عندي 55 سنه يبقى شكلي عامل ازاي. so I started when I was 42 عشان اوصل لشكلي كده. انا كنت بتكسف اقلع التيشيرت بتاعي على البحر عشان ما اكسفش ولادي اولا، وعشان ما حدش يتريق يعني. دلوقتي بناتي هم اللي بيغطوني عشان ما تعكسش على البحر، واصحابهم اللي بيعكسوني على فكره.
يعني I'm enjoying already. خلي بالك انت بتكلمني انا 37 سنه وحاسس ان الزمن جه عليا. لا فانا كده هاخد معاك ميعاد بعد الحلقه دي. حبيبي تشرفني لا ده كريم. بجد انا حبيبي. سيريسلي. بس ده سوبر انترستنج. اعتقد ده السبب ان اسم حضرتك، وصدقني مش بجاملك، من ساعه ما ابتدأت انت اسمك اتعرف في المجال ده. والله لسه مش وعشان مش كده قوي لا انا كريم. معناها I approached you آه. وانا لسه بادي. انا عايز الدكتور احمد. انت تلاقي حد صاحبك قال لك عليا. ابدا صدقني. انت بتصيع عليا بس. صدقني ابدا صدقني ابدا صدقني ابدا خالص، بس عشان عارف هطلع من الحلقه حبيبي دي. الشرف ليا والله. طيب سوبر انترستنج توبينج. انت بتشتغل مع البني ادم ازاي تخليه يبقى عنده a better quality of life، او Yes. ازاي تستمتع بحياتك. عشان زمان كان ايام جدي واجدادي كنت تشوف صورته وتقول له عندك كام سنه يا جدو، يقول لك عندي 40 سنه، تحس ان هو عنده 90 سنه. دلوقتي ممكن تلاقي راجل او ست وبشوفهم above 30 above 40 above 50 above 60 وتقول له God bless انت شكلك عنده 30 سنه. فعلا بتشوفها قدامنا الناس دي. صحيح. فهو ده بالظبط الانتي ايجينج او الكواليتي. طيب انا عايز اخش على اكتر توبيك بسمعه، او انا ككريم عامل لي حاجه في مخي، وصلح لي لو التوبيك ده ليه علاقه بالرجاله او ولا رجاله والبنات. بس هو حته الهرمون التستوستيرون. انا راجل بلعب حديد وبلعب جيم وحاسس مؤخرا اني لا انا مش كريم بتاع 27 سنه، انا مش كريم حتى بتاع 34 سنه. عايش حياه صحيه، باكل بتمرن بعمل كل حاجه، بس القصه مش هي. فممكن بعد اذنك توضح لنا اول حاجه شرح بسيط هرمون التستوستيرون والجيرني بتاعته امتى بينزل. يعني اشرح لنا كده بريف قبل ما اخش اسالك شويه اسئله في الحته دي. اوكي. طبعا هرمون التستوستيرون عند الراجل هو المسؤول عن البلوغ. يعني اول ما بتوصل لمرحله سن البلوغ الخصيه بتبدا تفرز كميات كبيره جدا من التستوستيرون عشان يحولك من طفل لراجل. اوكي. وبيبدا المنحنى يزيد 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 لغايه ما بيوصل لسن 30 35 ويبدا يحصل سلو ديكلاين، يعني بيبدا يقل ببطء جدا. الافريج ان هو بينزل 1% بعد سن ال 35، 1% من التوتال تستوستيرون كل سنه، وحوالي من 4 ل 5% من الفري تستوستيرون كل سنه. ده المتعارف عليه. ده مش معناه ان كل الناس بيحصل لها كده، لان في ناس بتفضل تعلى دول الناس محظوظين يعني. طبعا بس عايز افهمك ان الناس لما كانت بتحلل من مثلا 10 سنين، النورمال رينج بتاع من 10 سنين او من 20 سنه تقريبا ضعف النورمال رينج دلوقتي. يعني انت دلوقتي لو حللت هتلاقي يا كريم المعمل كاتب لك المعدل الطبيعي من 3 نانو جرام بريمال او نانو جرام بير ديسيليتر ولغايه 9 نانو جرام بير ديسيليتر. لو بصيت على النورمال رينج مثلا من 10 سنين كنت هتلاقيه من 6 ل 13. ليه يا دكتور؟ هو بقى اسباب كتير بقى احنا ممكن نقعد نتكلم فيها. احنا عندنا عينات من عساكر من الحرب العالميه الثانيه فلسه محفوظه، فنقدر نرجع ونشوف الناس اللي في الاربعينات والخمسينات التستوستيرون بتاعهم كان المينيمم مثلا 15. يعني طبعا حصل ديكلاين مع اللايف ستايل، مع عدم الحركه، مع ان كل الغذاء اللي احنا بناكله خالي من كل الاكل اللي احنا بناكله خالي من نيوترينز. يعني زمان كانت الفاكهه والخضار معموله في الدلتا، فكانت بيبقى في كل التريس مينرالز والمعادن والحاجات دي كلها موجوده. دلوقتي كل حاجه بتزرع في الصحراء في صوبات، الارض ما فيهاش الغذاء. الناس كانت زمان على طول ماشيه في الشمس، ففيتامين د كان كويس. طبعا فيتامين د هو الرو ماتيريال اللي بتعمل منها التستوستيرون. يو نيم ات بقى. يعني احنا ممكن نقعد في الموضوع ده لغايه بكره يعني. فاهم قصدك. وانت عاده تقول ايه للناس اللي بتسمعنا؟ يعني هل ايه الساينز او ايه العلامات اللي تخليني احس انا كبني ادم ان انا مش في النورمال رينج، او احسن ان انت تعمل تحاليل دم او بلاد ورك؟ انا في حته مهمه قوي كريم عايز اقول لك. يعني انا اتمنى ارجوكم الرجاله اللي اصغر من سن 30 لازم تحلل تستوستيرون عشان نعرف البيك بتاعك او الرقم العالي اللي انت بدأت فيه من كام. ليه بقى يا كريم؟ لان التستوستيرون بالذات هو التحليل الوحيد اللي ما ينفعش تقارنه بالرينج بتاع المعمل خالص. انت لازم تقارنه بالرينج بتاعك.
هديك على سبيل المثال، انت لو حللت مثلا يا كريم، لو حللت التستوستيرون ولقيته 6، كل الدكاتره هتقول لك انت كويس، وهيرفضوا يعالجوك بالرغم ان هيبقى عندك كل الاعراض اللي هي طبعا الانصاب الصباحي زيرو، الرغبه الجنسيه زيرو، المصل ماس تحت، الفات ماس علت، الدهون الحشويه زادت، مقاومه انسولين، كل ده طبعا التغيرات المزاجيه والاكتئاب، ده كل دي اعراض نقص التستوستيرون. هتحلل الدكتور هيقول لك لا انت كويس. زي الفل. تخيل انت بقى لو من 5 سنين كنت 12، ده معناه انها 50% دروب، يعني الرقم نزل 50%، ده بالنسبه لك ديزاستر، انما الدكتور مش هيصدقك. 100%. فلازم يبقى عندك ريفرنس ترجع له. فدي اول نصيحه يعني. بس الاعراض زي ما لسه قايل لك، الانتصاب الصباحي، ودي كارثه طبعا لاننا ممكن نتكلم عليها الصبح. الناس مهمله جدا انها تركز في الانتصاب الصباحي حصل كم مره، لان الانتصاب الصباحي ده هو اللي بيودي الغذاء والاكسجين للنسيج بتاع العضو الذكري. فلما بيحصلش مورنينج اريكشنز او انتصاب صباحي بانتظام، في حته في القضيب اسمها كوربس كافرنوزوم، ديت النسيج الاسفنجي اللي بيتملى، اما يتملى دم يحصل اريكشن، فاهم قصدك. فبيحصل فيها اتروفي، تضمر، فيبقى عندك دايما مشاكل في قوه الانتصاب، ما بتبقاش كامله خالص، ما بتبقاش 100% ابدا لما بيحصلش مورنينج اريكشن. وبعد كده تبص تلاقيه على طول العرض اللي بعديه بريماتيور ايجاكوليشن، سرعه القذف، وبعد كده تخش بقى في اركتال ديسفانكشن اللي هو ايه، الضعف الجنسي. الضعف الجنسي. كل ده بسبب هرمون تستوستيرون. مورنينج اريكشن بسبب هرمون التستوستيرون. فدي اقدر اقول عليها ذا بيجست ساين او اكبر علامه ان في حاجه مش تمام. بس عجبتني قوي يا دكتور انت بتقول عليه ان انت مش لازم تستنى، انت حلو ان انت تفهم البيز لاين بتاعك ايه مهم قوي كريم ده، على قد ما تقدر، حتى لو انت هيلثي وزي الفل. ايوه ده بس 100%. لان مفيش دكتور هيعبرك صح. وانت في الاربعينات لما تروح له تلاقي ليك 3.5 يقول لك لا انت طبيعي، مش عمره ما هيعالجك. دكتور معلش هسألك سؤال وبعد كده هرجع تاني على الحته دي. ممكن تشرح لي حته لما انت بتعمل تحليل تستوستيرون في حاجه اسمها فري تستوستيرون، ممكن معلش تشرح لي ايه ده وايه اللي ابص عليه وايه اللي لا؟ طيب دلوقتي على فكره الفري تستوستيرون ده مش تحليل، ده رقم بنجيبه من معادله. اوكي. يعني مفيش تحليل اسمه فري تستوستيرون، هو التحليل الوحيد اللي موجود هو التوتال تستوستيرون. اوكي، يعني مثلا انت حللت يا كريم لقيت التستوستيرون بتاعك 6 توتال تستوستيرون، ده كميه كبيره جدا الجسم اكتر من الجسم محتاجه. فانا هشبهك كده ان انا جيت ايه قايل لك انا الخصيه بتاعتك يا كريم، انا سوري يعني وبدي لك 6 مليون جنيه تستوستيرون كاش. هتقول لي يا خراشي انا مش محتاج الفلوس دي كلها. فجسمك بيتصرف ايه، يجي رايح البنك واخد 70% من التستوستيرون ده وحطه في وديعه طويله الامد. الوديعه ديت ما تقدرش تفكها الا عند اللزوم. ده بروتين اسمه الاس اتش بي جي اللي هو السكس هرمون بايندينج جلوبولين. ده شغلته ياخد 70% من التستوستيرون بتاعك وما تشوفش تاني ابدا ايه اللي حصل بقى، ده مصيبه. اوكي، يبقى 30%. في 27% تخيلهم كده الولاد اللي شغالين معاك، انت معاك كاش وعليك فلوس للناس وعايز تبعت فلوس للناس، فبتقول لهم والله يا جماعه روح فلان الحاج فلان ادي له كذا الحاج فلان. ده بروتين اسمه الالبومين ديليفري سيستم، اللي هو بياخد التستوستيرون 27% من التستوستيرون اللي بيتفرز وياخده في الدم ويبدا يوصله لكل خليه في جسمك محتاجاه. يبقى بقى ايه 3%، هو ده الفري تستوستيرون. لو لقيت 3% من التوتال يبقى انت بيرفكت. انما لو لقيته قليل يبقى هيبقى عندك مشكلتين، لازم ندور راح فين. يعني في ناس كتير التستوستيرون بتاعهم ماكسيموم 8 مثلا، وتلاقي التستوستيرون الفري بتاعهم في اللور ثيرد، في الثلث الضعيف. طب هو راح فين الباقي؟ جزء من لازم نبص على اس اتش بي جي. اوكي، طب ايه ثاني ايه اللي فالمهم من الاول بس عشان اشرح لك اجاوبك على السؤال بتاعك. الفري تستوستيرون بيتحسب ازاي؟ بتاخد التوتال تستوستيرون وتحسب كميه البروتين الجلوبولين في الدم وتحسب الالبومين اللي هو الوديعه والدليفري وتعمل حطهم في معادله يطلع لك الفري تستوستيرون. وده وصلت 100% بالطريقه اللي يعني بالتشبيه. لا which is التشبيه مخل شويه شرح خطير. اتليست فهمتك. ومعلش حته الفري دي
هو ده بقى هو هو ده ده اللي انت بتحس بيه. هو ده بقى اللي بتحس بيه، ده فاهم اللي انت قصدي؟ هو ده اللي ففرحتي لو انت التوتال نمبر مرعب والفري عندك ولا حاجه، بالظبط هو ده كده، القصه. بالظبط كده. قبل ما نخش في حوارات التستوستيرون، سؤال بسيط وواضح، اكيد كل بيسمعنا اول سؤال عنده دلوقتي: اعمل ايه دلوقتي؟ whatever supplements, whatever healthy lifestyle, whatever، اديني 3 4 5 حاجات كراجل من بكره نفذها. بص، عشان تفهم الكلام ده لازم تفهم السيستم شغال ازاي. لان السيستم ليه 3 مراحل، وممكن يبقى تسترون بيوطى بسبب مشكله في ال3 مراحل. انت عندك دلوقتي حاجه اسمها هبتا، اللي هو هايبوثالاموس بيتوتري تستيكولار اكسس. 3 غدد اللي هم بينفذوا افراز التستوستيرون. ناس كتير متخيله ان احنا نصحى الصبح الخصيه مع نفسها كده تقرر تفرز التستوستيرون. It doesn't happen this way. في غده في المخ اسمها الهايبوثالاموس. الغده دي المايسترو، السوبر مايسترو، البوس الكبير يعني، اللي هو الجاد فادر. دي عندها سنسورز تعرف منها مستويات التستوستيرون في الدم عشان تقرر احنا عايزين نفرز ولا ما نفرز. اوكي، الريسبتورز دي للاسف مش بتدور على التستوستيرون، بتدور على الاستراديول، استروجين. ده على الاستروجين. اول ما بتلاقي الاستروجين عالي، وهشرح لك ليه بعد كده. اول ما بتلاقي الاستروجين عالي، الغده الهايبوثالاموس بتتخيل ان كده التستوستيرون واطي. طب لو لقيته واطي كده، بتقرر الصبح اوكي كريم صحي، لقيت الاستراديول واطي، تقوم مديه اوردر للغده اللي تحتيها، دراعها اليمين ده، الغده النخاميه اللي فوق سقف الفم، تقول لها لو سمحتي ابعتي لي الخصيه عشان انا شايفها مش شغاله، عايزه تزود التستوستيرون. تقوم من الغده النخاميه بعتها رسالتين للخصيه، تقول لها صباح الخير كده كريم صحي، انا تيجي بعتها رساله اسمها FSH فوليكل ستيميوليتنج هرمون، ده بيروح على الخصيه ويخليها تفرز حيوانات منويه. الرساله الثانيه اسمها LH ليوتينانزينج هرمون، دي الرساله اللي بتطلع من الغده النخاميه اللي فوق سقف الفم، بتروح للتستوستيرون وتقول له لو سمحت افرز تستوستيرون. اوكي، طب لو الخصيه مؤدبه وبتسمع الكلام من اول مره، يبقى المخ مش محتاج يصرخ ويبعت LH و FSH كتير، صح؟ اوكي. لو في مشكله بقى في الخصيه، زي الناس مثلا اللي بتخش ساونا وستيم وبتاع، او الناس اللي عندها دوالي على الخصيه، ربنا خالق الخصيه تشتغل الاوبتيمم كونديشن بتاعتها او الظروف المثاليه، لازم درجه حراره الخصيه تبقى درجتين مئويتين اقل من درجه حراره الجسم. يعني درجه حراره جسمك 37. انت متنح، انت فاهمني ولا لا ولا فاهمك، انا بكلم لا نفسي؟ لا فاهمك كويس قوي، بالعكس انا كل ده جديد، بس انا هموت واجي لك في حته. انت اتكلمت على ساونا هقول لك فانا جاي لك هنا. بس انا المعلومات دي جديده عليا. اللي هو ليه اصل منطقه كريمه، وربنا حاطط الخصيه في كيس بره الجسم ليه؟ 100%. لا بس انا فكرتش فيها كده. لا يعني هو ما كانش في مكان جوه في الجرابيه بره. على فكره يعني انا يعني ما كنتش مجمعها كده. لازم درجه بيرفكت 2 ديجريز تمبريتشر ابرد من درجه جسمك بالظبط كده. لو 37 تبقى، عشان كده ربنا حاططها في كيس قابل ان هو يبعد ويقرب 100% على حسب درجه الحراره بتاعت الخصيه. طيب اكتر شيء بيأثر، طب لو علينا درجه حراره، معظم الناس بقى اما يجي يحللهم الاقي ال LH عالي قوي والتستوستيرون واطي. ده معناه ان المخ بيصرخ في الخصيه والخصيه مش عايزه تفرز تستوستيرون. لازم ندور بقى ايه اللي ممكن يقلل وظائف الخصيه. اهم شيء درجه حرارتها. we have to monitor the temperature. يعني في امريكا في مثلا عقم اسمه تراك درايفر انفيرتيليتي. تراك درايفر العربيه النقل زمان كانت الموتور الراجل قاعد عليه، فدرجه حراره الخصيه بتبقى عاليه على طول، فبيجي له انفيرتيليتي. الناس اللي بتخش ساونا وستيم كل يوم، اوكي، هتلاقي التستوستيرون واطي والال اتش عالي. الحاجه الاخيره بقى، واللي هي اكتشفت ان الوطن العربي كله عنده المشكله دي، اما بيبقى حاجه اسمها فاريكوسيلز اللي هي الدوالي على الخصيه. ايه علاقه الدوالي بدرجه حراره الخصيه؟ الدوالي ده دم
تخيل كده الدوالي اللي بتبقى في رجلين بيبقى دم متجمع واقف الجسم، الاورده مش عارفه تصرفه، فبيتراكم فوق الخصيه فبيبدا يعلي درجه حرارتها، فبيفقد القدره على تصنيع التستوستيرون. طيب تعالى بقى نرجع تاني. طب لو الخصيه مؤدبه وبتسمع الكلام تبدا تفرز تستوستيرون. عامل السيستم ده عامل زي التكييف كده، انت ظابط درجه حراره الاوضه على 20، طول ما درجه الحراره فوق 20 الكمبريسور عمال يرمي تستوستيرون يشتغل. طب اول ما نوصل للليميت اللي ربنا خلقه، مثلا انت ربنا خلقك على 6، يفصل ازاي؟ يقوم الجسم في انزيم اسمه اروماتيز، عارف انت الارمطه انا ما اعرفش الكلمه دي جابها منين، هحس انها قله الادب الارمطه اللي هو الاروماتيز انزيم يحول التستوستيرون الظريف اللطيف اللي هو الفري تستوستيرون بتاعك اللي انت ديسبرتلي نيدد، ويبدا يحوله لهرمون الاستروجين، هرمون الانوثه. واول ما هرمون الاستروجين يعلى، الغده الهايبوثالاموس في المخ تشوفه تيجي موقفه افرازات الاوردر بتاع الجونيتوتروبين ريزنج هرمون اللي رايح للغده النخاميه، يقول لها احنا عندنا تستوستيرون كافي. يقوم الغده تبطل ال اتش والاف اس اتش، يقوم الخصيه تبطل افراز لغايه ما يحصل البالانس. واو، وصلت على قد تعليمي وصلت. فلو عايز تحافظ على مستوى التستوستيرون دي كانت القياس. اول حاجه، لان معظم الناس يا كريم الدوالي بتبدا تقريبا في سن من 10 ل 15 سنه. فانا مش مستغرب، يعني انت لو عايزين الناس تقول لي لا احنا مش عايزين، يعني مش عايزين نعمل اشعه للولد، وهنقنعه ازاي؟ يونيتو، لان هي بتبدا لو لحقتها بدري الولد الجروث بتاعه. اصل خلي بالك الجهاز التناسلي السيت بوينت بتاعته بتتحدد بدري. يعني انت ربنا خلقك مثلا تبقى 12 عنتيل، ده بيتحدد وانت صغير. اوكي، طب انت لو عندك دوالي وانت صغير السيت بوينت بتاعتك هتبقى تحت خالص، فحكمت على الولد ان يبقى طول عمره عايش بلو تستوستيرون. وحضرتك قلت بتتحدد دي جينات، يعني انت بتبقى يعني انت بتقول ايه اللي بيفرق ليه ولد يتولد ب 12 ولد يتولد 8؟ دي بتبقى جينات، هي يعني في جزء وراثي منها، وخلي بالك في ناس بيبقى عندهم مشاكل في الريسبتورز بتاعت التستوستيرون. يعني انت ممكن تلاقي راجل التستوستيرون بتاعه 12 وعنده كل اعراض نقص التستوستيرون. ليه؟ لان برضو في فاكتور احنا وده للاسف ما نعرفش نعمله تيستينج، عدد وحساسيه مستقبلات التستوستيرون. واخد بالك؟ لان دي اهم. يعني انت ممكن يبقى التستوستيرون بتاعك 3 كريم، بس الريسبتور بتاعتك او المستشعرات بتاعتك حساسه جدا، جسمك يبقى شغال كانه 6 أو 7. عشان كده دايما ايه في البادي بيلدينج يقول لك ايه، خد الكارنيتين. حاجتين بس اللي هم بيزودوا عدد وحساسيه مستقبلات التستوستيرون، الكارنيتين حقن طبعا مش برشام، عشان البرشام ده مصيبه يعني، واللي هو التدلافيل اللي هو السيالس 5 مللي جرام. السيالس 5 مللي جرام انا بعتبره السيالس 5 مللي جرام. عارفه ده بتنصح بيه؟ يا خبر ابيض، this is the most. هو حبيب قلبي بصراحه. لا سؤال انا دايما شايل معايا في الشنطه. لا خلي بالك، ما اعرفش الناس تعرف السيالس ولا لا، وما اعرفش بنطقه صح ولا لا. بس السيالس 5. بس احنا مش بنعمل بروموت للبراند. لا ولا في الماده اسمها تدلافيل. ماشي. انا قصدي وات ايفر المنتج ده، انت عشان هكلمك في الحوار ده انت بتنصح بيه، عشان انا معلوماتي عنه ان ده بديل للاولد كلاسيك فياجرا. ده طلع جديد، يعني قال لك فاهم، فمنتشر ما بين الشباب. انا بديك الشارع ان لا ده مات، خد ده عشان بس هو انت فاهم جاي منين؟ جاي لما يبقى في احتياج، عشان انت ما عندكش you're struggling او ما عندكش انتصاب. ده جاي من كده تعليم السيالس. السلدنافيل والتدلافيل والفيردنافيل دول ال3 ادويه اللي طلعوا للريكتال ديسفانكشن، الضعف الجنسي. دي اكتيف انجريدينتس في المنتج ده. دي الاكتيف انجريدينتس بتاعت السلدنافيل اللي هو الفايجرا، اوكي، والتدلافيل السيالس، اوكي، والفيردنافيل اللي هو الليفيترا، اوكي. دول مجموعه من الادويه بنسميهم فوسفوداي استريز انهبيتورز، اسم ظريف قوي، بي دي اي لا دراجز. دي بتعمل ايه؟ طبعا انت فاميليار بالنيتروس اوكسيد اللي بيوسع الشرايين. صح، بناخد بري ورك اوت عشان انه اكسبلود الحاجات دي. هي نفس الفكره. الحاجات ديت بتنهبت حاجه اسمها انزيم اسمه الفوسفوداي استريز اللي بيمنع تكسير النيتروس اوكسيد، في يوم الشريان يفضل واسع طول الوقت. يو نو مين؟ عارف كويس قوي. يعني نفس الفكره بتاعت ال ارجينين. عارف كويس قوي انت بتقول ايه. اوكي، فالادويه دي بتساعد في الدوره الدمويه.
يعني هو بيوسع؟ القضيب بينتصب ازاي؟ لما بيحصل ستيميليشن بيطلع اوردر للشريان اللي بيدخل دم يوسع، يوم القضيب يحصل انتصاب. الفكره بقى في ايه؟ اتضح ان الادويه دي لها وظيفه تانية ظريفه قوي قوي يعني. I love it. ايه انا هشتريه بكره. التدلافين انت I recommend it to everybody. حضرتك التدلافين تشتريه؟ 5 مللي جرام هو الدواء الوحيد اللي FDA approved لمنع تضخم البروستاتا. يعني ايه؟ يقول لك ايه، خد مش عارف انت بتاخد ايه، بيبون بلس، وخد لا، هو تدلافين 5 مللي جرام. لو انت البي اس اي بتاعك او البي اس اي ريشيو بتاعتك قربت من 0.25، يعني بدات بدايات تضخم البروستاتا، او والدك مثلا عنده، ده الدواء الوحيد اللي هيمنع تضخم البروستاتا. ولكن ليه وظائف تانية هايله جدا. الحاجه الاولانيه طبعا احنا بنسميه اللي هو البري ورك اوت الرخيص، بور مانز بري ورك اوت. طبعا الفاسكوليتشر بقى مان، وبتبقى بامب ايه عسليه. الحاجه الثانيه ان هو بيزود عدد وحساسيه مستقبلات التستوستيرون في جسمك. فلو التستوستيرون بتاعك 3، جسمك يتخيل ان هو 6. واو. ليه وظيفه ثالثه بقى، واللي اهم كده للناس اللي عواجيز، اللي زحلاتي لسه صغيره الكلام ده، ان هو بيحمي اللايننج بتاع الشرايين، الغشاء المبطن للشرايين، فما بيحصلش فيها انها تنجرح، يقوم الجسم يرسب كوليسترول فيعمل دي، فيجي لك ازمات قلبيه. فهو بيمنع الازمات القلبيه. يعني يا دكتور معلش دي نصيحه اخويه. كتيرة، أنا لا كلمت مش كتيرة. كتيره خالص، انا فاهمك وفاهمك كويس قوي. انا عندي بس سؤال ليك قبل ما اتكلم في الحوار ده. يعني انت تنصحني كصديق ابتدي اخد بيل بير داي على الاقل على الاقل اون جوينج انا مع بقالي نفسي انا بقالي كده 20 سنه باخده. عادي؟ الا اذا عندك موانع بقى. يعني انت لو الراجل مثلا بتاخد ادويه بتاعت الذبحه لا الصدريه، ماشي طبيعي، انا فاهم قصدك. واخد بس بالك. از ديلي سب زي كده، الديلي فيتامينز اللي بتاخدها ده حاجه تنصح بيها؟ طب وخصوصا لو في تاريخ في العيله بتضخم البروستاتا او سرطان البروستاتا. تحفه. طب ادي اول حاجه هنشتريها بعد الحلقه. طيب لا، في ليست مخصوصه انا بديها لحبايبي لا بس. ما انا كنت عايز اقول لك بقى في ليست اللي هو بسميها مجموعه الخراج. جد هبقى اقولها لك بس ده سيكريت. دخلني السيركل. لا طب معلش، انت دلوقتي كان السؤال بدأ لما انا سألتك ايه التبس او الحاجات اللي تنصح بيها الناس اللي بتسمعنا يبتدوا بيها. يعني دي حاجه من الحاجات. اديني كده توب 5 ان احنا نركز فيها عشان نحسن ليفل التستوستيرون ناتشرلي طبيعي. طبعا حاجات جنرال كده. بص، الوقت هو المورنينج اريكشن بيحصل في الثلث الاخير من الليل. ليه؟ النوم مكون من 4 مراحل. حاجه اسمها لايت سليب، سلو ويف سليب، طبعا انت عندك عارف انا بتكلم على ايه، ريم سليب، وطبعا في اللي هو اللايت سليب في الاول. فالتستوستيرون بيتفرز في مرحله الريم سليب. النوم مكون من 4 سايكلز، ساعه ونص. احنا ما بننهمش على بعض، ومش في الاول لايت وبعد كده ديب لا، هي سايكلز من ساعه ونص. الساعه ونص اللي في اول الليل بتبقى موستلي ديب سليب وريم سليب قليل. ولكن كل ما الليل بيتقدم، الريم سليب او اللي هو الرابid اي موفمنت سليب او نوم الاحلام هو اللي بيبقى دوميننت في السايكل الاخيره او اللي قبل الاخيره. ودي المرحله هي بتاعت نوم الاحلام، ولكن هي دي المرحله اللي بيتفرز فيها التستوستيرون. فلو انت قلب يومك وما بتنامش يعني بتنام مثلا الساعه 3 4، مرحله الريم سليب بتاعتك اسينشال، فهتلاقي نفسك على طول عندك ايشو في افرازات التستوستيرون. دي حاجه. الحاجه الثانيه، الناس اللي في كالوري ديفيسيت طول الوقت، ده كراشز يور تستوستيرون، لان جسمك بيتخيل ان انت في كرايسيس، ان في مصيبه، فجسمك مش عايزك تتكاثر وفي مجاعه، فيجي مقلل التستوستيرون. على فكره في حاجه ثالثه بس لو احب اقولها دايما، الست لما تبقى متجوز ومراتك حملت ولدت وبترضع، البرولاكتين عندها بيعلى، وده بيخلي البرولاكتين بتاعك، والبرولاكتين طبعا انهبيتور للتستوستيرون سكريشنز يعني. لا البرولاكتين بيعمل ايه معلش؟ اصل مراتي حامل، فلما الموضوع ده مهم بالنسبه لي الرجاله مش هفوته. انت ابعد عنها بقى على قد ما تقدر. ايه اشرح لي الست لما بتبقى حامل اوكي عندها هرمون البرولاكتين بيعلى، اوكي عشان بيجهزها للاكتيشن وانها ترضع وكده. اتضح فيسيولوجيكلي لما انت بتبقى مع مراتك وهي حامل او بترضع، عندك هرمون اسمه هرمون، وده هنتكلم فيه بالتفصيل بقى ايه، لان من ضمن الهرمونات اللي بتقلل افرازات التستوستيرون. البرولاكتين عند الراجل سبحان الله بيعلى عشان تبقى اهتماماته البيت اكتر من ان هو عايز جنس.
واو. ويقوم يساعد بقى في الدايبر ده ناتشرلي ده من نفسه. غير معاشره ولا اي حاجه؟ انت بتتكلم يعني لا ما هو قصدي تاني بقى انا هكلمك على البرولاكتين بقى في ايه بعد كده وازاي بيزيد، ولكن معظم الرجاله يعني في ناس بتوصل ل 50% دروب في التستوستيرون بتاعها. او ماي جاد. فانت لو لقيت نفسك انت مش انت ومراتك حامل، اعرف ان هو برولاكتين. يعني مش روح حلل معاه. لا، روح اقعد في البيت لوحدك. ف فطبعا بقى في حاجات بقى الناس هنا مش واخده بالها منها خالص، يعني طبعا نقص فيتامين د، عدم تعرض للشمس، قله الاكسرسايز، دي الحاجات الكومن اللي انا يعني الناس كلها عارفاها. ولكن في حاجتين تانيين مهمين جدا في هرموناتك. يعني اي حد بيقول لي انا عندي مشكله في التستوستيرون واطي، او الرغبه الجنسيه مش موجوده، او الكتله العضليه بتقل، او شعر رجلي وشعر صدري بيقعوا، ما ينفعش تحلل التستوستيرون بس، لان في مشتبهين تانيين بيأثروا بيعملوا نفس الاعراض. يعني ممكن التستوستيرون بتاعك يبقى كويس، ولكن في هرمونات تانية عاليه ما تحسش بالتستوستيرون ده على الاطلاق. اللي هم رقم واحد الاستراديول، استروجين. استروجين. الاستروجين لو عالي يعني، والاستروجين ده بقى يعني عليه ديبيت رهيب. يعني الناس متخيله احنا اقتل الاستروجين، مش عايزين استروجين خالص، ودي كارثه. الولاد اللي بياخدوا اروماتيز انهبيتورز زي الارمادكس ولا الفيمارا والحاجات دي، او الارomazine، عارف انت طبعا الكلام ده. سمعتهم بس ما فهمش حاجه عنهم. طيب الحاجات ديت اروماتيز انهبيتورز، يعني بيمنعوا الارمطه، اللي هو تحويل التستوستيرون الحلو الظريف بتاعك لاستروجين. فيقول لك يا نهار اسود احنا مش عايزين هرمون انوثه. ده في ناس متخيله ان هو ممكن يحول فاهم يخليهم قصدك. عندهم شذوذ جنسي، ولكن اللي هم مش فاهمين ان الاستروجين مسؤول عن صحه العظم والاوتار. الاستروجين مسؤول عن صحه القلب والشرايين. عشان كده الستات ما يجيلهاش ازمات قلبيه زي الرجال، مش عشان هم بيشيلونا ومطلعين عينينا، ولكن عشان هم الاستروجين بتاعهم اعلى مننا. وطبعا الحمد لله ان احنا بنتساوى معاهم لما بيخشوا مرحله انقطاع الطمث، بنجيب لهم ازمات قلبيه عادي سهل بسهوله قوي. والحاجه اللي اهم من كده طبعا في جزء وراثي. الناس اللي عندها امساك طول الوقت الاستروجين بتاعهم بيعلى. ايه تاني؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الناس اللي عندها فيسرال فات، الدهون حوالين الاستروجين بتاعهم بيعلى. بس الحاجه الاهم في وظيفه الاستروجين حاجتين للامانه. الاستروجين هو المسؤول عن صحتك النفسيه. يعني انت من غير استروجين هنتجنن، يعني لان هيخلينا نقتل بعض احنا كرجاله بسبب التستوستيرون. استروجين هو هرمون الانوثه هرمون الانوثه بالعربي بس عشان الناس يفهموا. ده اللي عند الرجاله برضو زي ما الستات عندها تستوستيرون. بالظبط. في حاجه مهمه قوي يا كريم بقى لينا كالناس اللي هي مهتمه بالجيم والحاجات دي. التستوستيرون هو المسؤول عن حجم العضله، الاستروجين هو المسؤول عن قوه العضله. لا دي جديده. يعني الباور ليفترز هتلاقيهم دايما مهتمين جدا ان الاستراديول بتاعهم يبقى هيلثي اند سوبر هيلثي، لان الاستراديول هو مسؤول عن السترينث بتاعت اليونتس بتاعت العضلات. ففي ناس يقول لك ايه، لا اقتل الاستروجين عشان بس الاستروجين لو زاد قوي بيوقف، لانه المخ بيشوفه كانه تستوستيرون كتير فبيبدا يوقف انهبات افرازات التستوستيرون. يبقى ده اول حاجه لازم نحلل استراديول او استروجين او هرمون انوثه. والهرمون بقى اللي انا لاحظت ان في الوطن العربي كله على طول عالي وعنده اللي بيديك نفس اعراض نقص هرمون التستوستيرون هو البرولاكتين اللي انا لسه بكلمك عنه. البرولاكتين ده هرمون بيتفرز عند الستات للرضاعه، ولكنه بيتفرز عند الرجاله برضو بس بعد القذف مباشره. يعني انت اول ما يحصل قذف البرولاكتين يعلى. البرولاكتين والدوبامين كفتين لميزان واحد. البرولاكتين يعلى، الدوبامين يقل. الدوبامين ده السعي وراء حصول السعاده، يعني ان انت تحصل على السعاده، مش هرمون السعاده. السعاده اندورفينز. فاهم قصدك. اللي بيحركك ان انت توصل لحاجه تسعدك هو الدوبامين. اوكي. لو البرولاكتين عالي الدوبامين يقل، وبالتالي تفقد الانصاب، لان الانصاب الرغبه الجنسيه موتيفيتد باي دوبامين. اوكي. فالناس اللي على طول البرولاكتين بتاعها مثلا فوق 11 او 12 هيشتكوا من كل اعراض نقص التستوستيرون، غياب الانصاب الصباحي، الكتله العضليه. وهو ليه انهبيتوري افكت على السكريشنز بتاعه التستوستيرون والحيوانات المنويه. معظم الرجاله اللي عندها عقم 90% من السبب بيبقى ارتفاع هرمون البرولاكتين. طبعا البرولاكتين بيعلى ازاي عند الرجاله بقى؟ هو مسؤول كمان عن حاجه اسمها الريفراكتوري بيريود. يعني اللي هو حصل قذف
المعاشره الجنسيه اللي بعديها الوقت ده اللي بيحدده مستويات هرمون البرولاكتين. عشان كده احنا صغيرين تقدر يعني تلحم الاول في التاني في اه التالت. كل ما بتكبر في السن والبرولاكتين بيزيد، في ناس بقى بتوصل لاسابيع وشهور او بينسى الموضوع ده كذا سنه مثلا. فلازم تبص له على البرولاكتين. فممكن ما يكونش تستوستيرون ولكن ارتفاع هرمون البرولاكتين. انا صدعتك انا لا ما صدقتنيش خالص، كل ده جديد عليا. انا مستغرب ان انت ما اتكلمتش خالص على الاسترس. طبعا مميت. الكورتيزول والتستوستيرون بيتعاملوا من حاجه اسمها دي اتش اي اي، دي هيدرو ايبي اندروستيرون. دهيه، عارف دهيه؟ عارفه 100%، عارف الاسم. ده اللي بيجي من فيتامين د او بيجي من الكوليسترول. يس. انت عندك كميه دي اتش اي ثابته. حلو. اوكي. الطبيعي انه انت ريلاكس وظريف ولطيف، الدي اتش ده بيروح عشان يتعمل تستوستيرون. طب لو حصل ستريس وجسمك محتاج كورتيزول كتير، هيبدا ياخد الدي اتش اي ده ويعمله كورتيزول، يقوم التسترونيل. فهمت العلاقه. وصلت وصلت كويس قوي. فبيقول لك انا عندي فكر. عارف انت، مش عارف انت ما حضرتش انت لا ما حضرتش. شحات ابو كفه، كان فيلم لا. قديم شويه كده. دي ما حضرتهاش. اما كان مع ايام قال لها انا عندي فكر، مش عارف يعمل حاجه. وانت وحضرتك يا دكتور مثلا لما بتيجي حد يجي يشتغل معاك، بتعمل له التحاليل وكل الكلام ده، انا متخيل دي ستيب رقم 1، تفهم وتقرا وتظبط كل حاجه. وبعد كده لو لقيت حد عنده ستريس في شغله او حاجه، بتساعده بقى يعالج حته الستريس ولا بتديله سبلمنتس ولا بتعمل ايه عشان تخليه؟ بص، لو الاستريس عالي انا هعرف من كذا حاجه. طبعا في تحليل الكورتيزول اي ام وبي ام، فاعرفه. انا عمري ما ادي حاجه للستريس. بس انت تعرفوا، سوري قطعتك، بس تعرفوا حاجه وتساعد. اصل خلي بالك انا ببقى عارف كتير قوي ان انا ستريسد ومش عارف اعمل حاجه. مو انا اعرفه دي حاجه، واني اسيطر عليه دي حاجه تانية خالص. فانا عشان كده بسالك، هل وفي 90% من الناس اللي اعرفها ستريسد، خصوصا لما بتبتدي تكبر شويه، في عارف اللي هو لسه في بدايه حياتك جديده، وايه ده اول مره تخلف، يعني الفيز اللي انا فيها النهارده ستريس ده جزء من حياتنا. اعمل ايه عشان اكنترول حته الستريس؟ انا عارف ان انا ستريسد بس مش عارف اعمل ايه. وده كريم بقى اللي بيخش فيه المديتيشن، وبيخش فيه المساج، وبيخش فيه. وطبعا لو فشلت في الموضوع ده، ان انت بتبدا تلجا للحاجات اللي هي بتقلل الكورتيزول ليفلز، زي الاشواجندا مثلا، او حاجات كتير. وانا بالامانه ما بحبش الجا لها من غير تحاليل. يعني الناس يقول لك انا عايش على اشواجندا. يا عم انت ايش عرفك؟ الكورتيزول اللي بيتفرز الصبح ده من غيره مناعتك ما تشتغلش، مخك ما يشتغلش. لازم قبل ما تاخد الحاجات دي لازم تعرف الليفلز بتاعتها. بس صدقني معظم الوقت يا كريم الاسترس لوحده مش هيوديك في داهيه. غالبا لازم يبقى فيه لخبطه، عدم تمرين، عك في الاكل، كوليسترول عالي. ما الكوليسترول العالي ده انت يعني اما بيحصل مثلا ما فيش انتصاب صباحي، احنا بنسميه في امريكا حاجه اسمها اتس كاناري ان كول ماين. عارف الاكسبريشن ده؟ عصفوره الكناريا في منجم الفحم. الناس اللي بيشتغلوا في مناجم الفحم بينزلوا تحت. ايوه. في مناجم، انت ممكن يتسمموا باول اكسيد الكربون ملوش ريحه، فبياخدوا معاهم عصفوره كناريا. اول ما تموت العمال دي يجروا يطلعوا من المنجم. الفكره بقى الانتصاب هو عصفوره الكناريا بالنسبه لنا. لو في مشكله في الانتصاب الصباحي، ده معناه ان وارد ان يبقى في مشكله في الشريان اللي بيغذي القضيب. ولو في مشكله في الشريان اللي بيغذي القضيب، موست لايكلي هيبقى في شريان اللي بيغذي القلب، مشكله في الشريان اللي بيغذي القلب. فبرضه الكوليسترول الدور ال دي ال وحاجه اسمها اي بي او بي، ده من الحاجات اللي لازم اعمل لها مونيتورنج، عشان موست لايكلي هي دي اللي بتضايق الشرايين وبتتسبب في مشاكل انا لو جيت اشتغل معاك، بتطلب مني ايه؟ بتطلب مني فول بلاد ورك؟ بشوف كل حاجه. كل حاجه بتفصص كل حاجه، وظائف كبد، كليه، بنكرياس، ثيرويد. تحليل البراز بالنسبه لي اهم حاجه، عشان بشوف اذا كان في مشاكل في الهضم، مشاكل في الامتصاص. انت ممكن تعمل دايت لحد وتبعت له كده ويطلع عينك في دايت، وهو اللي عارف يهضم ولا عارف يمتص، الاكل كله بينزل في البراز مش مهضوم. فرحتي ما عملش حاجه. اي مونيتور everything، كل حاجه. بس انا بقى المختلف شويه عن الناس، انا
انا واخد الترند بتاع ان انا I have to explain. يعني انا بشتغل مع كلاينتس اللي عايزه تفهم، اللي بيقول لي اديني الزيتونه بقول له برجع له فلوس، شكرا انا مش عايز اشتغل معاك. عايز الناس اللي عايزه تفهم، لان انت لو فهمت صدقني هتعرف هتسيطر شويه على حياتك، هتعرف هتفهم تتعامل. 100% في اي حاجه كده. انا اكتشفت ان الرجاله في الوطن العربي فاهمين موتور عربيتم مش فاهم اكتر ما هو جسمه. فاهم جسمه. صح 100%. يعني انا واحد صاحبي كنت راكب معاه ولا قريب، يقول لي سامع الصوت، مش سامع حاجه يا جدعان. يقول لي ده صوت سير التقسيمه. قلت له يا نهارك اسود، يعني انت عارف ان ده صوت سير التقسيمه وما انتش عارف ان انت البروستاتا المتضخمه انت مش عارف تعمل بيبي بقالك 6 شهور. يعني انت متخيل؟ فاهم العربيه ومش فاهم، مش فاهم جسمه. فده اللي انا بحاول اوصله يعني. و التي ار تي اللي هو التستوستيرون ريبليسمنت ثيرابي، مش هقول لك طالعه موضه، بس هي طالعه موضه. هي طلع على السوشيال ميديا، طلع على السوشيال ميديا ان ده احسن بديل للسترويد، لدرجه ان انا واصحابي احنا كلنا ليت 30s، اخر الثلاثينات اوائل الاربعينات، دي الشله. لا احنا حاطين لنفسنا ديدلاين، يعني فاهم قصدي؟ انا عند ال 40 سنه اول تي ار تي، عشان كلنا عايزين نعيش هيلثي وجود وباجسام حلوه. يعني انا عايز اعيش يعني يا رب ابقى نصك، فاهم؟ عايز ابقى فيت وعايز ابقى هيلثي وعايز انجوي ماي لايف. فالنهارده لو في حاجه اسمها تي ار تي وريبليسمنت ثيرابي وهتخليني اعيش شباب ولونجيفيتي لا هعملها. فاهم قصدي؟ فعايز اعرف رايك معلش على حته التي ار تي دي، ولو عندك اي مسج عايز تقولها لنا كناس بتسمعك وتتعلم منك. يعني بص، طبعا الناس بتوصل معايا كتير جدا، هو ما بيتكلمش عن حاجه غير التي ار تي. هو جاي، هو كل في دماغه مش عايز يسمع اي حاجه تانية خالص. فانا طبعا انا فكره ان انا اقول ريكومند تي ار تي تو سمون، اصل ده لايف تايم كوميتمنت يا مان. يعني انت وانس يور ان خلاص مش هينفع، لان انت بس خدت تي ار تي بقى لك قعدت عليه 3-4 سنين. ان انا اعمل بي سي تي ونرجع طبيعي تاني، يو نيفر جو باك للحته اللي انت كنت فيها. اوكي. فانا بعمل ايه؟ والله قاعد اشرح يا جماعه، يعني التي ار تي بيتعمل ليه؟ والله يا اما الرقم واطي جدا، يا اما السيمتومز بتاعتك ما بتتحسنش. فانا الابروش بتاعي تحاليل الاول. اوكي. لازم احيد كل حاجه ممكن تتسبب في نقص التستوستيرون اولا. فتلاقيني بظبط الاستراديول، بظبط البرولاكتين، بظبط فيتامين دي، بتكلم في اللايف ستايل، في كميه البروتين اللي باكلها، بشوف الغده الدرقيه، الحاجات اللي هي بتاثر بالسلب على افرازات التستوستيرون. طيب لو لقيت عملت كل ده ولسه في مشكله، ببدا اشوف هل ال اتش عاليه ولا لا، عشان اعرف اذا كان في دوالي على الخصيه ولا لا. طب لو لقيت لا مفيش دوالي على الخصيه، فبنعمل حاجه اسمها هو يعني انت عارف هي حاجه زي البي سي تي بس بتقعد لمده اطول شويه. بنبدا لازم ابدا ناتشرال الاول، وده الابروش بتاعنا في امريكا من 25 سنه او من 20 سنه تجيب تقريبا. اخرها ناتشرال، لازم اشوف اخرها ناتشرال. 100%. ليه؟ لان انت مثلا لو حللت دلوقتي يا كريم ولقيته 6 مثلا، وارد ان انا اعمل انترفنشن اخليه 9. 100%. ليه تاخد تي ار تي؟ واخد بالك؟ بس انت مقتنع يا دكتور معلش ان انت at a certain age او عند عمر معين في الزمن الجديد ده لازم تاخد تي ار تي؟ ما هو تاني اللي يحدد الكلام ده مستوياتك التستوستيرون. لان انت ممكن تبقى جاي لي والتستوستيرون واطي وعندك السيمتومز، وصدقني يا كريم انا عملتها مع ناس كتير جدا، الناس ان انا احطهم على فيري لو دوز في كلوميد ولو دوز اتش سي جي، ان انا ممكن اعلي التستوستيرون من 6 ل 9، وبعد كده بقعد 6 شهور على الانترفنشن ده عشان اخلي ال9 ده النيو بيز لاين بتاعك. عشان لو وقفت هينزل ل6 تاني. طيب لو ده فشل، بقول والله بقى احنا استنفذنا كل السبل، واتس يور ديسيجن وات يو وانا دو. في الحاله دي بنبدا ان التي ار تي غير الستيرويدز. اشرح لنا بعد اذنك. الناس يعني التي ار تي هو انت بتحاول توصل مستوياتك للابر نورمال. يعني التستيرون لو من 3 ل 11، انا عايزك 11 12. يعني بمعنى اصح عايز المستويات تبقى في النورمال رينج اللي هو جسمك متعود عليها، عشان ما يعملش سايد افكتس. وفي الحاله ديت ده هدف التي ار تي. في كم ولد عنده 20 سنه مستوياته 11 و12 و13 وما عندوش عضلات. So it's not
مش هو ده اللي هيعمل لك عضلات، هو هيساعدك تعمل عضلات. so فهمت. it's up to you what you want to do with that level. انت ممكن تقعد تاكل على الكاوتش طول النهار وتقعد تاكل اكل مصنع وكده لا طبعا ولا فاهم حاجه قصدك، ولا فاهم حاجه. قصدك. ولكن طبعا يعني مثلا بالنسبه انا على TRT بقالي 15 سنه، لا حياتي اتغيرت طبعا. انا كان الليفلز بتاعتي كانت وصلت 30 ل 3 واوز اوكي. بس انا كنت على فكره I never had any symptoms of low T، بس انا كنت عارف ان انا I'm not gonna age well if I go to the 2. that's why I started. ال TRT بقى، الناس اللي بتقول لي انا باخد 400 مللي جرام تيست و500 مللي جرام تيست انا اون TRT، طبعا TRT مشكلته في كذا مشكله الناس مش فاهمها هنا خالص. اولا الجرعه. يعني مثلا انا ببدا من 140 مللي جرام مثلا تيست سيبيونيت في الاسبوع متقسمه على 5 مرات اوكي. عشان اوصل، ودايما عيني على الابر ما عديش، لان لو عدى هيبدا انزيمين في الجسم يحصل لهم تنشيط، الاروماتيز، فالتستيرون هيتحول لاستروجين، وانزيم تاني اسمه 5 الفا ريدكتيز انزيم. ال 5 الفا ريدكتيز ده اللي بيحول التستيرون لحاجه اسمها DHT. عارف دي اتش تي ده هيدروتستيرون. في الحاله دي لو DHT عالي الكوليسترول الكوليسترول الضار بيعلى والكوليسترول النافع بيقل، الشعر بيقع، يبدا حب الشباب بقى، بشوف الناس اللي حب الشباب في ظهرهم، ويبدا يضخم البروستاتا. ده الناس اللي بتابيوزت، الناس اللي بتستخدمه بهبل. الجرعات العاليه وطبعا ما بياخدها مره واحده في الاسبوع، لان الجسم الخصيه الطبيعي بتاع الجسم يا كريم بيفرز من 8 ل 10 مللي جرام تستوستيرون في اليوم. يعني في اخرك في الاسبوع كله 70 مللي جرام. اوكي، تيجي انت تديله 500 مللي جرام في الاسبوع، ما هو الجسم مش متعود على كده، وهيبدا هيحاول يتخلص بكل الطرق، يا اما يحوله الاستروجين يا اما يحوله لدي اتش تي. طبعا التستوستيرون ليه وظيفه تانية. لو خدت الجرعات العاليه دي بالطريقه ديت، بيحصل حاجه اسمها اريثروسايتوز، ان التستوستيرون بيحفز النخاع العظمي انه يفرز كرات دم حمراء، فتلاقي عندك الهيماتوكريت عدى ال 50، فيقول لك روح اتبرع بالدم كل 6 شهور. لو انت خدت جرعات واطيه وقسمتها على الاسبوع كله you don't have to do this. الاسبوع كله يعني كذا مره خلال نفس يعني الاسبوع. انت لازم تحاكي في الTRT يا كريم الناتشرال سكريشنز، الساعه البيولوجيه بتاعتك. يعني مثلا انا اولويز ريكومند مثلا ان انا ابدا ب 20 مللي جرام او 25 مللي جرام شالو اي ام، اللي هو حقن عضلي سطحي، مينيموم 3 تايمز بير ويك. انا باخد 6 تايمز بير ويك ديلي، اولموست ديلي. بسرنجه الانسولين المصري دي، فبوصل للعضله وبحطها. في الحاله دي you'll never have the side effects بتاعت ان الدم يبقى كثيف، او البرولاكتين يعلى، او الاستروجين يعلى، او الكوليسترول، او تضخم البروستاتا، او سقوط الشعر، او حب الشباب. دكتور، لو حد حابب يشتغل معاك ايه الستبس؟ والله الارقام الموجوده على الانترنت على كلها، السوشيال ميديا، على السوشيال ميديا بيعملوا يعني بيحجزوا ميعاد. بس انا دايما قبل ما اتكلم في اي حاجه، اولا لازم اعرف الهيستوري. يعني الناس اللي عايزه تاخد TRT يا كريم مثلا، او بياخدوا TRT من نفسهم، ولو عندهم استعداد وراثي للجلطات، ايوه، وما حللتش وشفت هل عنده طفرات وراثيه بتسبب جلطات ولا لا، انت بتقتله. هلبسها 100%. فلازم تعمل بلاد ورك شامل عشان اعرف وظائف جسمك كلها، وبعد كده عشان اعمل لك الحمايات بتاعتك بقى، يعني احمل بروستاتا، احمل كوليسترول، اعلي الكوليسترول النافع. فبنعمل اللي هو الكومبريهنسيف انتي ايجنج بلاد ورك، واشوف ايه الاستعداد اللي عندك، ايه المشاكل، وابدا في ضوء التحاليل ببدا اشتغل عليه. عندي سؤال اخير عايز اساله حضرتك، هو از نو تستوستيرون نو ماسلز على بلاطه. يعني انت النهارده لو يعني هي دي هي دي. طيب كلامنا كله كان عن الرجاله قبل، بس مش عايز اخش في ديتيلز قوي، بس لا طبعا الستات برضه. الستات بقى طبعا الستات. عندك برضو متابعه للستات وكده؟ طبعا. انتي ايجنج ومش انتي ايجنج، كله وهي نفس السيستم بتاع الرجاله. وعلى فكره هو يعني هرمونات الست شويه بتبقى مختلفه، لان احنا هرموناتنا ثابته على مدار الشهر. الست هرموناتها على حسب الدوره الشهريه، فلازم مثلا بعمل تحليل زي الFSH مثلا والاستراديول، بعمله في اليوم الرابع والخامس من الدوره. ولكن مثلا مخزون البويضات اللي هو الAMH، البروجسترون، والاهم بقى حاجه التستوستيرون توتال وفري والSHBG، دول لازم ابص عليهم. الستات كتير جدا كل تركيزهم على الاستروجين،
وعلى البروجسترون، ولكن التستوستيرون ليه وظيفه مهمه جدا جدا جدا. انت تعرف الست اللي عندها تستوستيرون اكتر من الاستروجين؟ نو واي، لا ما اعرفش. هي عندها استروجين اكتر من الراجل، اه طبعا متخيل. ولكن لو تقيس باليونتس هتلاقي التستوستيرون اعلى من الاستروجين. وده وظيفته عندهم الكتله العضليه برضو. الحفاظ على الصحه النفسيه، طبعا الليبيدو بقى، الرغبه الجنسيه. الست من غير تستوستيرون مش هيحصل لوبريكيشن للفاجينا، ومش هتبقى انتو. فعشان كده يعني الستات بتبدا تشتكي قوي لما من الرغبه الجنسيه انها بتقل. مجرد ان انت بتريكومند حاجه زي الدي اتش اي مثلا، لما تديها دي اتش اي بتلاقي التستوستيرون ضعف. معظم الستات في الحته ديت. او مثلا بنبدا بقى نشوف اللايف ستايل ونبدا نظبطه معاه. بس اتس فيري نفس الكلام على الست، بينطبق بنسبه على التستوستيرون بالذات يعني. سوبر انترستنج. دكتورنا، عايزك تدي وان بيج مسج، نصيحه لينا كلنا. معلش عايز نصيحه منك من القلب. انا بسمعها منك، كلنا بنسمعها منك، للناس اللي وات ايفر late 20s early 30s mid 30s. خطوه، ادي نصيحه. انت يعني انت مسابقنا وخبرتك مختلفه عننا، ادي نصيحه وات ايفر ايه النصيحه انت شايفها، اعملوا كذا كذا كذا. طق ادينا وان فاينل ادفايس. اولا الشباب اللي اصغر من سن 30 اتوسل اليكم، اعملوا تحليل التستوستيرون وشيلوا على جنب، لان هتحتاجه. الحاجه الثانيه التمرين. يا جماعه الراجل يعني انت الموضوع مش جيم وشكل بس، هي ليها علاقه بالكونفيدنس. يعني انت لو انت داخل في اوضه او هتعمل انترفيو لشغلانه او عايز تقنع اي حد، مجرد ان انت يواك ان روم وشكلك فت، صح. انت بتكسب كونفرسيشنز وبتكسب نقاشات قبل ما تفتح بقك. 100%. انت وانس يو ار فيت يا جماعه. يعني انت لو عايز تدور، عايز تبقى سبيشال، انت مش لازم تبقى بتغني وبتعرف تغني وبتعمل انت وانس ان انت فيت، انت بقيت في التوب 30% من العالم كله. فدي ابسط حاجه. الحاجه الثانيه انه بيساعد جدا على السيلف كونفيدنس بتاعك. حتى مش محتاج تشتري هدوم غاليه، انت بتلبس اي حاجه يبقى شكلها حلو عليك. 100%. اوكي. المساله مش ملامح، صدقني. الراجل مش ملامح، الراجل عباره عن الفيزيك والسيلف كونفيدنس بتاعه، هو اللي بيراديت بره، اللي بيقنع الناس قبل ما تفتح بقك باي حاجه. 100%. دي نصيحتي. دكتوري، ثانك يو سو ماتش على الوقت. صدقتك. صدقني ابدا، ده انا اتعلمت منك. بس يا جماعه، دكتور احمد خراشي واحد يعني هيز سوبر بيج نيم في حته الانتي ايجينج وكده. انا على فكره الكلام ده مش هزار، انا هبقى كلاينت عندك حبيبي يا رب. شرفني. لو الدنيا مش تمام هتخليني ابقى تمام، ولو الدنيا تمام هتخليني ابقى احسن. لا، هو دايما you have to يعني it has to be super of you. make sure you are super clean. 100%. وده كلنا وده عايزين. دوبل يا مان. انا ما بتكلمش على ميركلز يعني. انا فاهم. وانا بني ادم مؤمن ان البني ادم بيبقى فيزيكلي ومنتلي صحي، لا بركز في شغلي وانا بحسها. يعني انا فعلا بحسها. الحياه حلوه كريم، وتعيش حياه احلى. الحياه بتبقى حلوه قوي. 100%. كل حاجه بتبقى حلوه 100%. اما بتبقى صحتك كويسه، واقف على رجلك وشكلك كويس. حاجات كتير جدا، مشاكل كتير جدا في الحياه بتصغر في عينيك. 100%. دكتور، احنا لسه متعرفين على بعض، شرف ليا حبيبي بجد. شرفت بكلام بيك يا كريم بجد. والله بجد. شكرا انك اخدت من وقتك ومن يومك، اللي انا عارف ان الموضوع أنا ده ما رخم. عرفش انا اجي لك القاهره، ده كان انا عارف مشروع كبير قوي. انا عارف، بس صدقني اي ابريشيت وشكرا على ذوقك وعلى وقتك وعلى حبيبي كل حاجه، حبيبي. وتعلمنا منك كتير، حبيبي واتمنى حبيبي. مش تبقى اخر مره. بس انا حبيبي. مبسوط ان انا تعرفتك حبيبي كصديق كريم. او شرفت بيك والله حبيبي. حبيبي. ثانك يو سو شكرا ماتش. حبيبي، شكرا. ثانك يو جايز. وصلت في الاخر ان انا باكل طبق سلطه في اليوم، يا نهار ابيض. وبتمرن up to 2-3 classes. هل البنات بتحمل نفسها اكتر من طاقتها او معقدين اكتر في حته السايكولوجي؟ يعني الولاد بتربط قيمتها بطريقه مرعبه هو بيعمل كام، البنات بتربط قيمتها بطريقه مرعبه بهي شكلها ايه. حب اولادي لنفسهم، ان انا احسسهم ان هم سيف زي ما هم.